الاكتئاب الموسمي ده هو شكل من اشكال الاكتئاب او نوع من انواعه. هو عباره عن ان انت بيكون مسيطر عليك اعراض الاكتئاب، بيكون ليها علاقه بتقلبات الفصول. يعني احنا مخنا بيتفاعل كيميائيا مع تغيرات الجو وتغيرات المناخ، وبينتج عنه الاعراض اللي ليها علاقه بالاكتئاب. الحقيقه ان الناس بتفتكر ان الاكتئاب الموسمي ده موجود في الشتاء بس هو كمان موجود في الصيف. كثير من الناس بتشوف ان هو موجود في الشتاء بسبب ان الجو بيكون مغيم والدنيا بتكون برد، وكل الاجواء المحيطه بتكون بتدعو يعني ان انت تشد البطانيه واللحاف وتنام. والسبب في ان احنا ما بنشوفش ده في موجود في الصيف بشكل كبير هو ان احنا بتكون عندنا الصيف فيه بحر، فيه خروج، فيه فسح، المحلات فاتحه لوقت طويل قوي. يعني الاجواء المحيطه فيها انشطه ممكن نعملها لوقت متاخر وما فيهاش جو النوم والقعده في السرير وخلافه. تعمل ايه بقى لو انت حسيت ان انت عندك اعراض ليها علاقه بالاكتئاب الموسمي سواء اذا كان في الصيف او في الشتاء؟ مهم قوي انت لو حسيت ان عندك الاعراض دي تبدا تزور متخصص، ولو المتخصص ده كتب ليك على ادويه تلتزم بالادويه، رشح ليك موضوع الجلسات النفسيه تلتزم بالجلسات النفسيه وبالتاسكات اللي انت بتاخدها فيها. تساعد نفسك بان انت تعمل حاجات تبسطك. يعني لو بتحب تخرج، لو بتحب تلعب رياضه العب، لو بتحب تتفرج على افلام اتفرج على افلام. كل الحاجات دي بتساهم في ان انت تقرب من الحياه. كل ما قربت من الحياه اكتر كل ما الاكتئاب بعد عنك اكتر واكتر. اطلب المساعده كمان من الناس اللي حواليك. مفيش مشكله ابدا ان انت لما تلاقي مطلوب منك مهمات كتير انك تعملها ومش قادر تنجزها انك تطلب مساعده من الناس اللي حواليك. حافظ على روتين ثابت جدا 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 في الاكل ومواعيد النوم، لان اللخبطه في الاكل ومواعيد النوم ممكن توصلنا ان احنا نجيلنا اكتئاب. حاول تحوط نفسك بناس بتحبهم وناس بيحاولوا ان هم يسمعوك ويساعدوك، مش ناس بتحاول ان هي تنتقدك او بتقلل منك وبتضايقك.